تخيل معايا أنبوب غاز طوله آلاف الكيلومترات غادي يربط نيجيريا بالمغرب ومن بعد بأوروبا كاملة. مشروع بالمليارات، دول كتيرة داخلة فيه، والعالم كامل كيراقب المغرب. ولكن السؤال الحقيقي هو علاش أوروبا محتاجة المغرب دابا بالضبط؟ وعلاش المغرب داخل في واحد من أخطر وأضخم المشاريع الطاقية في إفريقيا؟ واش فعلا المغرب غادي يولي قوة طاقية عالمية، ولا هذا المشروع أكبر بزاف من الواقع؟ هاد الشيء اللي غادي نكتشفوه اليوم. السلام عليكم، أنا محمد أمين ومرحبا بكم في ترند فلوس. في العالم كامل دابا الطاقة ولات أقوى سلاح اقتصادي. أي دولة عندها الغاز أو الطاقة عندها النفوذ، عندها القوة وعندها التأثير. ومن هنا بدا واحد المشروع اللي صدم بزاف ديال الناس، مشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا. مشروع عملاق غادي يربط نيجيريا بالمغرب عبر عشرات الدول الإفريقية ومن بعد نحو أوروبا كاملة. وحسب التقديرات هذا المشروع ممكن يوصل طوله لحوالي 7000 كيلومتر، أما التكلفة فقد تتجاوز 25 مليار دولار. يعني احنا ما بقيناش كنهضروا على مشروع عادي، احنا كنهضروا على واحد من أضخم المشاريع الطاقية في العالم كامل. ولكن السؤال اللي كيطرح راسه هو علاش المغرب داخل في هذا المشروع الضخم؟ الجواب ماشي بسيط. المغرب فاهم بأن العالم داخل لمرحلة جديدة، مرحلة اللي غادي يتحكم فيها الغاز، الطاقة، الموانئ والموقع الجغرافي. والمغرب عنده واحد الحاجة قوية بزاف، الموقع ديالو بين إفريقيا وأوروبا. يعني أي مشروع كيخرج من إفريقيا نحو أوروبا، المغرب يقدر يكون هو البوابة الرئيسية ديالو. وهنا كيبدا الطموح الحقيقي. المغرب ما باغيش يبقى غير مستهلك للطاقة، المغرب باغي يولي لاعب استراتيجي كبير في الطاقة العالمية. دابا تخيل معايا هذا السيناريو، الغاز كيخرج من نيجيريا، كيدوز من دول إفريقية كتيرة حتى كيوصل للمغرب، ومن بعد كيتصدر نحو أوروبا. شنو النتيجة؟ المغرب غادي يربح نفوذ اقتصادي، استثمارات ضخمة، مداخيل بالمليارات، قوة جيوسياسية كبيرة. وهذا الشيء كامل كيجي في واحد الوقت أوروبا فيه كتقلب على بدائل جديدة للطاقة. يعني المغرب دابا ماشي غير دولة عادية، المغرب بدا كيدخل لعبة الكبار. ولكن كاين جانب آخر الناس ما كيهضروش عليه بزاف. هذا المشروع صعيب بزاف، حيث الأنبوب غادي يدوز من دول كتيرة، وكل دولة عندها قوانين مختلفة، ظروف اقتصادية مختلفة، وحتى تحديات أمنية وسياسية. وزيد عليها المشروع محتاج تمويلات خيالية. وكاين اللي كيسول واش فعلا المغرب ونيجيريا يقدروا يكملوا هذا المشروع، ولا ممكن يبقى غير حلم كبير، خصوصا وأن العالم دابا كيتغير بسرعة والطاقات المتجددة ولات كتنافس الغاز بقوة. ولكن رغم هذه التخوفات المغرب مستمر بقوة. الدراسات التقنية تقدمات بشكل كبير، والاتفاقيات بين المغرب ونيجيريا مستمرة، ودول كتيرة في إفريقيا بدات كتشوف المشروع كمستقبل اقتصادي للقارة. وهنا كتولي الصورة أوضح. المغرب ما خدامش غير على مشروع غاز، المغرب خدام على أنه يربط إفريقيا بالعالم، من الموانئ، القطارات، الطاقة، الاستثمارات. كاين تحول كبير كيتبنى قدام عينينا. ولكن السؤال اللي كيبقى مطروح هو واش فعلا المغرب غادي ينجح في هذا المشروع العملاق، ولا التحديات كبر بزاف من الطموحات؟ وانت شنو رأيك؟ واش كتعتقد بأن المغرب يقدر يولي بوابة الطاقة نحو أوروبا، ولا هذا المشروع فيه مخاطرة كبيرة؟ اكتب لي رأيك في التعليقات، وما تنساش تشترك في القناة، حيث الجاي في المغرب الاقتصادي كيبان أنه غادي يكون صادم أكثر مما كنا كنتصوروا.